السلام عليكم. معكم دكتور حسن رقدي، اخصائي في امراض الشرايين والاورده وعلاج الدوالي. سوفون ملي كنشوفو كونسلطاسيون لي باسون تاعنا اول حاجه هي التساؤل اللي كنطرحوه الاول هو تنقولوا واش هاد العروق اللي عنده داخليين ولا غير سطحيين. بيان سور كنديروا واحد ليكزامان، واحد الفحص اللي هو بالعين المجرده. هذا الفحص اللي بالعين المجرده كيورينا غير العروقه اللي باينين تحت الجلد. بيان سور كيبقى واحد التساؤل، اسكو هذا الشيء كاينه شي حاجه من الداخل هي اللي عاطينا هذا الشيء ولا راه غير سطحيين. بيان سور باش كنعرفوا نجاوبوا على هذا السؤال كنديروا واحد الفحص بالصدى او ليكودوبلير فينو. دونك هذاك ليكودوبلير هو اللي كيبين لنا الداخل واش العروقه الداخليه او لي فين صافين ما فيهم حتى مشكل ولا فيهم خلل. دونك الا ما كان فيهم حتى مشكل افكتيفمون دونك هذا المريض كيتصنف انه عنده مشكل دوالي سطحيه. دونك حتى العلاج تاعو تيكون اسهل لانه غنمشيو ديريكتومون لهذوك الدوالي السطحيه. واذا كان المشكل في لي فين صافين او الدوالي او بلوتو الاورده العميقه اللي هما لي فين صافين، هنا تيولي خصنا ضروري نعالجوا هذوك الاورده هما الاولين، عاد نديروا توسكيي سطحي. دابا ملي كنشخص الحاله وكنعرف واش هما دوالي سطحيه او دوالي عميقه، هنا كنقدر نختار تقنيه العلاج. تقنيه العلاج على حسب هنا كيدخلوا بلوزيغ بارامتر اللي تتحكموا فينا. اذا كانت دوالي سطحيه سا ديبون، كاين اون جينيرال كيكونوا حصص بالابر يعني تصليب بالحقن، كنديروا واحد لي زانجيكسيون وكنبقاو بشوي حتى كنحيدوه ولا بارفو هذوك الشعيرات اللي رقاق بزاف كنقدروا نحتاجوا اللازير اللي هو سطحي، حتى اللازير فيه جوج انواع. دونك السطحي اللي باش كنديروا اون جينيرال لا فينيسيون في الاخر من بعد ما كنكملوا الابر، الا بقات شي حاجه رقيقه بزاف كنقدروا نديروا اللازير. الا كان المشكل ديالي عميق يعني لي فين صافين هما المقيوسين، لا على حسب القطر ديالي، واش القطر ديال لا فين صافين ديالي قل من 6 ملم ولا اكثر من 6 ملم. اذا كان قل من 6 ملم هنا يمكن لي ندير حقن تصليب ولكن سو غيداج ايكوغرافيك يعني تحت المراقبه بالفحص بالصدى ولا تو سامبلومون الا كان اكثر من 6 ملم هنا بلوس تريتمون تيكون باغ لازير. اللازير هنا الي اندوفينو يعني داخلي ما كيبقاش خارجي، وهنا كدير في قاعه عمليات بالبنج اللي تيكون موضع. بيان سور كل مريض الحمد لله كيجي عندنا الا وكنديروا لا كارتوغرافي ديالو، نحاولوا نعرفوا الحاله المرضيه تاعو فين واصله وكنعالجوا على حسب التقنيه اللي غادي تصلح له في الحاله المرضيه ديالو.